بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. انا هكلمكم النهارده على معجزه، وهي الستاند المربع ده. الستاند المربع ده هو مش مربع عادي خالص، هو بجد المعجزه. هو فين كان من زمان؟ طبعا الستاند ده بتاع الستاره الترند اللي انتوا كلكم عارفينها، واكيد كلكم سألتوا هو الستاند عامل ازاي، طب تفاصيله ازاي، طب بيتفك وبيتركب ازاي، طب منين. كل الأسئلة دي هجاوب عليها. الستاند ده لو كان فيه هيبقى ستارة ورا، هيساعد جدا ان ورا يكون فيه ستارة، ونعمل الشغل والورد على الحتة اللي قدام، لان هو دبل، اكنك جايب ستاندين مع بعض. فتخيلوا هيوفر معانا قد ايه، هيوفر معانا فلوس قد ايه. فما تستغربوش من سعره، لان هو ستاندين مع بعض، خامة تقيلة، متين جدا. ده غير ان هو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لما تشوفوني. انا مي الليسي، ودي قناتي المتواضعه. لينك التليجرام هتلاقوه تحت في صندوق الوصف، هتنزلوا تحت في صندوق الوصف هتلاقوا في لينك تليجرام، هتخشوا هتلاقوا الستاند بتفاصيله بسعره بكل حاجه. تمام. كمان كان هيبقى حلو جدا، بدل ما انا هنا كنت حاطاه على الستاره في الخلفيه، هنحط البانر عليه في الظهر، وهنحط البالون عليه. فهو هينفعك لو انت بتشتغل ورد، بتشتغل بالون، بتشتغل اي حاجه. كمان كان هيساعدني جدا في الديكور ده. كنت هحط ورا مثلا خلفيه ستاره، وهحط عليه الستاند. فلا بصراحه انا كنت مفتقداه. انا لما حسيت ان انا لما انا عملته خلاص بقى يعني. تعالوا بقى اقول لكم على حاجه جامده جدا. اولا بيوصل لكم ازاي؟ شوفوا التغليف متغلف ازاي، متقفل ازاي، ما فيهوش غلطه حرفيا. تمام، يعني بيوصل لكم من شركه الشحن بالمنظر ده. هو لسه واصلني حالا، حبيت برضه اوريهولكوا عشان الناس اللي بتخاف من شركه الشحن والنقل الحديد بالذات، لان بيتجرح. بصوا متغلف ازاي، بصوا ملفوف، حتى الحاجات اللي في النص دي ملفوفه علشان تحميها من بعضها. انا بقى جبت القطر اللي هو ده بتاع التفريق ده، وقعدت احاول بقى عشان افكه من بعضه. تمام. فهو بيوصل لكم بالمنظر ده. ده غير ان هو ماسك نفسه، يعني هو مش قطعه وقطعه، هو بيجي لكم كده متغلف ببلاستيك تماما عشان يحافظ عليه وعشان التجريح. عموما اي حاجه بتحصل في شركه الشحن فبتبقى حاجات خفيفه خالص، بس هو كمان متغلف، فالحمد لله بنحاول يوصل لكم على قد ما تقدروا سليم. تمام. ده بقى بصوا كميه التقفيلات، انتوا مش متخيلين اصلا. قعدت اصلا تقريبا ما يقارب نص ساعه، ساعه الا ربع، بس بفك في السكوتش اللي عليه. يعني ايه ده؟ بصوا حتى القطعه لوحدها ملفوفه، وبعدين تتلف تاني على الستاند عشان يبقوا حته واحده. القطعتين دول بقى يا جماعه يعني معجزه بجد، معجزه ان حاجتين او حاجه بسيطه زي دي حولت الستاند لحاجه تانية خالص. كمان الستاند ده فيه ميزه، ان هو كمان فيه قطعه زياده، يعني فيه ستاند دبل من غير القطعه اللي تحت. بس القطعه اللي تحت دي مخصصه بالذات علشان اللي هو الديكور الاكسات ده، اللي هو ستاره الاكسات والكلام ده. تمام. بصوا بقى، ده ما كانش ده ما كانش راضي يتشال خالص. القطر حتى ما ينفعش، لازم سكينه، يعني عملتها بالسكينه عشان افك. وبعدين رجعت بالقطر تاني، حبيت ان انا افك تاني عشان افصلهم عن بعض، ماسكين في بعض بطريقه يعني بسم الله ما شاء الله بجد، على اللف لفه هدايا زي ما بيقولوا. الديكور حلو جدا ومش سهل، مش صعب تماما. هو بس اول مره كده انت بس بتبقى مش عارف تكاته، لكن لما اقول لكم كمان على تكاته في الفيديو الجاي هيظبط معاكم الدنيا تمام. بصوا ده اول حرف، بصوا متانته، يعني الحديد متين بطريقه متين. وكمان بقى بنفك كده، هو مش بس ده طوله، ده بيطول معاك بقى لحد 3 متر، ممكن اكتر كمان. انا حتى ما قستش، لان هو بصوا هو خرج من الاوضه اساسا، بعدين رجعته تاني. ففي 2 في بعض يعني، وفي مسمار بيربطهم ببعض. ادي اول واحدة، ودي كانت تاني واحدة اللي هو حرف اليو. فك 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 فك. خلي بالكم وانتوا بتفكوا تعوروا نفسكم بالقطر. انا بحب اقول ادق التفاصيل اهو، عشان يبقى يعني براعي ضميري. الحمد لله راعي ضميركم انتوا بقى، وانزلوا اعملوا لايك واعملوا شير للفيديو، ويعني اعملوا سبسكرايب قبل ما تشوفوني، يعني ما ينفعش كده. بصوا بقى القاعدة بتاعته عاملة ازاي. فيها ماسورتين بالمنظر ده، الماسوره الاولانيه اللي هي التقليديه العاديه اللي احنا اصلا بنستخدمها في الستاند المربع، والتانية دي مخصصه بقى للي هي الحته الزياده. شوفوا شكلها عامل ازاي، 2. وطبعا في مسمار عشان يمسكها كويس وما تفكش من بعضها. تمام. تفاصيل التفاصيل اهو، عشان برضو لما يجيلكوا ان شاء الله لو حد عايزه يطلبوا من عندي من على التليجرام، او هقول لكم يعني ابعتولي على الواتساب عموما. ودي كانت تاني قطعة او تاني حرف اليو بالمنظر ده. بصوا وبيكبر برضو معانا. دي بقى من غير،
في 2 من غير برضو فيها مسمار، كلهم حرفيا فيهم المسمار ده، وكلهم جواهم الماسوره اللي بتكبر، لان طبعا هو بيكبر من الطول ومن العرض. فتخيلوا اصلا العرض هو فيه حوالي 3 مواسير، فبيكبر يعني الله ده كميه حديد يا جماعه، ده كفايه التقل بتاعه اصلا في شركه الشحن او تقله في العموم يعني. حتى وانت رايح اي ايفنت انت شايل حاجه تقيله كده. فانتوا برضو يعني خلي بالكم بقى. بصوا كام قطعه، ادي 2 اهم من غير، واللي هي فيها حرف اليو او اللي هي ال دي، او مش عارفه بتسموها ايه، قولوا يو يعني، يو بس قصيره شويه، فيها 3 اهو. كده انتوا واخدين بالكم هما كام قطعه؟ 3 من اليو، و2 من اللي هما الطوال، وقاعدتين فيها فتحتين واللي هما الحرف التي ده 2 حرف التي. يعني بصوا كميه الحديد، بصوا بقى يعني حاجه كده فظيعه ما شاء الله. انا هنا كنت بقول لنفسي هتركب ازاي يا معلم، يعني انتوا عارفين ان انا خبيره في الحاجات دي، بالذات لما تكون حاجه جايه لي اول مره. قلت لا، يبقى اكيد دي يمين واكيد دي شمال. طيب دي انا بس قفلتها شويه، خلي بالكم عشان دي لو عملت كده على ايديكم هتعوركم. ما هو بيركب كده، ما هو اكيد بالبديهي. انا بس كنت بجرب اللي هي ايه الفتحه التانية يعني. تمام. عموما لا، هنركب الاول المواسير بديهيا يعني. انتوا عارفين لو انتوا مش عندكم ستاند مربع كده، انتوا عندكم ستاند مربع ازاي بالظبط؟ هنحط الماسورتين دول، والماسوره اللي هي حرف ال اللي فوق دي تبقى كده ستاند مربع. يعني انت كده عندكم نوعين من انواع الستاند. لو انتوا ما جبتوش مربع اصلا، انتوا هتجيبوا ده اكنكم جبتوا 2 مربع. حد فاهم انا بقول ايه؟ ده كده لو قفلنا الحرف اليو ده كده في الاخر خلاص بقى مربع. بس انا طبعا من الاسف يعني ما عرفتش اوضحها. تمام كده بقى عملنا حرف التي، فبقينا هنعمله 2. يعني اللي في ايدي دي لو احنا حطيناها بدل حرف التي ده، اللي هيحصل هيبقى ستاند مربع عادي جدا. فتخيلوا انتوا بس لو جبتوا ده، انتوا مش محتاجين تجيبوا التاني كمان، فهيوفر معاكم قد ايه. تمام. هنا طبعا بما انكم عارفين ان انا بشتغل يعني حرفيا واقفه لوحدي، فبدات ان انا نيمته عشان اعرف، لان طبعا الماسوره مربعه لازم ادخلها كويس عشان تدخل. فما كانش فيه حل غير ان انا نيمه كده وقفلته. وكنت مبسوطه قوي وانا بركبه بصراحه. على فكره خد مني تقريبا ساعه تركيب، يعني ساعه الا ربع بفك البتاع وساعه تركيب. فتخيلوا بقى ان انا بقول لكم الخبره بتاعتي كلها في 10 دقايق. يعني المفروض تشكروني من هنا لحد ال10 دقايق ما يخلص. ما انا متواضعه قوي يا جماعه، متواضعه جدا، بهزر معاكم جدا على فكره. طيب هنحط بقى ايه التاني كده بقى. انا معانا ستاند دبل، اي شكل ديكور، سيبوكم من الديكور اللي انا عاملاه اللي هو الجديد ده، اي شكل عموما لو فكرتوا تعملوه ورا هنحط الستاره اللي هي اللي في الظهر العاديه خالص، الشيفون اللي احنا متعودين عليها. وقدام مثلا نحط اللي هو ممكن كمان نحط على الماسوره بقى نفسها، مش هنضطر نخرم بقى في الماسوره، نخرم في الستاره الشيفون ونبوظها. فاكرين كنا بنخرم في الستاره عشان نقفل او نحط الايه القفيز، لكن لا، احنا خلاص اللي ورا ده تماما هنحط الستاره ونقفل عليها. بصوا الشكل النهائي. طبعا بصوا انا منيماه كده عشان اعرف اركبه، بس هعدله طبعا وهيركب عادي جدا يعني. طبعا لازم يكون معاكم حد يساعدكم عشان يرفع ويكون واقف قصادكم ان هو يركبه. بالذات ده بيحتاج يعني لما بيطول وبيقصر، خلي بالكم من النقطه دي، لما بيطول وبيقصر حوار. يعني هتقعدوا بقى تصغروا وتطولوا وتقصروا الكلام ده. بصوا بقى دي القمر يعني. طبعا ممكن يبقى ايه المربع العادي التقليدي. تمام. لما تحط حرف التي هيبقى ثنائي، دي كده ثلاثي. انتوا ممكن اصلا تطلبوه من غير القطعه دي، وممكن تطلبوا بيها عادي براحتكم خالص. يعني ممكن يبقى مثلا اللي هو الدبل عادي، او اللي هو المفرد لوحده، او الدبل، وده بقى اللي هو ايه القطعه الثالثه دي اللي بتثبت. بس كان المفروض ان هو يبقى هنا برده في مسمارين عشان يمسكوا شويه، وانا برده بربط القماش تفاصيله كامله، نوع القماش، عدد الامتار، كلها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بالتركيب ان شاء الله بكل حاجه. وهنعمل برده ديكور حرف الهلال كده او الشكل ده هنعمله معاكم. وبرده عشان يبقى ايه، يبقى انا كده عملت معاكم كل حاجه تمام. لو انتوا لسه بتشوفوني فانا حابه اشكركم من هنا لحد عندكم، بجد بشكركم ال10 دقايق دول كلهم ان انتوا صبرتوا عليا واتفرجتوا على الفيديو، رغم ان ممكن حد مثلا يعملوا سكيب او حاجه. بس حقيقي انا حابه اشرح كل تفصيله. على فكره هو بيتفك
وبيتركب. وحوار ان هو يطول ده لازم يكون حد قصادك عشان ترفعي مثلا من جنب ويكون حد قصادك بترفعي من الجنب التاني، لان برضو بصوا الماسورتين دول برضو بيتفكوا وبيتحركوا بالمنظر ده. تمام، يبقى الطول بيطلع وكمان ده. فممكن قدامكم الارتفاع 3 متر والعرض 3 متر، ولو عايزين يبقى كمان اكتر متاح، كل حاجة متاحة ان شاء الله. ويا رب الفيديو ينال اعجابكم، والتفاصيل كلها بإذن الله الجاية استنوها. ما تنسوش اللايك، وانا بحبكم من هنا لحد عندكم، يعني بجد ان انتوا لسه بتشوفوني لحد دلوقتي وما زهقتوش مني، لان انا عارفه في ناس كتير قوي زهقت مني ومبقتش تتفرج عليا، ومش عارفه في ايه، القناه اتحسدت تقريبا. فبحبكم لو انتوا لسه بتشوفوا اخر نقطه دلوقتي.